5 حاجات لو عملتها أضمن لك إن هي البت تحبك. البنات ديت مش أي حد يعجبوا بيه، حتى هتقولي مش بالشكل نهائي. البنات دي ليهم كتالوج خاص بيهم بس. الكتالوج دوت بيقول إن أنت أول حاجة لازم الصفة اللي توفر فيك إن أنت تبقى مهتم بنفسك. يعني ايه مهتم بنفسك؟ مهتم بشكلك، مهتم بلبسك، مهتم بريحتك الشخصية، ده أهم حاجة. أول حاجة لسه بنقول بسم الله، مهتم بنفسك، مهتم بصحتك، وتروح الجيم والكلام دوت وتظبط نفسك كده تبقى عيل إيه؟ جنتلمان. دي أول حاجة. تاني حاجة تكون مهتم بشغلك، عندك شغل، عندك بيزنس خاص بيك، عندك يعني حياتك المادية تكون مظبطة وأنت عارف طريقك، مش لسه هتدور ولسه بتحاول والكلام ده، تكون مظبط دنيتك المادية. تالت حاجة تكون عندك ثقة في نفسك. تكون عندك ثقة في نفسك. يعني ايه عندك ثقة في نفسك؟ يعني حد بينتقدك مش تقعد بقى تشكل ده وتشكل ده. اللي عايز ينتقدك ينتقدك، اللي عايز يتكلم عليك يتكلم عليك. نفض للناس كلها، اكرف للناس كلها، ما تهتمش بحد تاني إلا نفسك. ما تديش حد مساحة إلا نفسك. هتدي لنفسك مساحة، هتهتم بنفسك، هتميز نفسك، هتلاقي نفسك دي يعني انت عطاي النجاح باصص ولوحدك. والبنات بتحب الشخص الناجح اللي هو مهتم بنفسه وهو عنده ثقة في نفسه، بس ثقة عند حد معين، مش غرور. مرحلة الغرور لازم يكون عندك ثقة بنفسك بنسبة معينة، بنسبة طبيعية. لما البنات يشوفوك مهتم بنفسك، مهتم بصحتك، مهتم بلبسك، عايش جنتلمان، مهتم بشغلك، حياتك متظبطة، هما اللي هيجذبوا ليك، هما اللي هيكلموك، هما اللي هيجوا وراك. يعني بس انت ساعتها تقعد تختار اللي مناسبة ليك. مش أي واحدة مناسبة ليك، في واحدة دماغها متركبة على حد تاني، واحدة من دماغها متركبة على شخص تالت. انت تختار اللي انت مناسبة ليك، كاحترام، كسن، كمعاملة، كفكر، الكلام ده. بس انت الحاجات دي لازم تكون عاملها في نفسك ومتظبطة في نفسك. وأهم حاجة ما عودش تتكلم البنات وتوعد في البنات واتكلم دي واتكلم دي واتكلم دي. البنات ما بيحبوش الشخص اللي بيتكلم بنات كتير واللي يبص على بنات كتير. حتى لو انت خارج معاها تقعدش تبص على دي وتبص على دي، عشان انت معاك واحدة هي هتغير على نفسها وهتقول لك ده بتاع بنات، ده كذا، مش هتهتم بيك وهتسيبك وهتمشي مع حد تاني او تتخطب لحد تاني. بس كلامي هنا على الكلام اللي بقوله ده تستخدمه في الحلال، تستخدمه في الحلال مش في الحرام. يعني تخش الباب من بيته، مش تقعد توعد في دي وتوعد في دي وتسيب دي وتسيب دي وفي الاخر ايه؟ تبقى شخصية كده. اهم حاجة ان انت تهتم بنفسك والكلام ده كله وتعمل أسرة سعيدة عشان تعرف تعيش حياتك. وهنا خلصت حلقتنا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو الحلقة عجبتكم اعملوا لايك واشتراك وانتظروا كل جديد. السلام عليكم.